احنا على الهواء. أبارك لك الانتصار وأسألك سريعا ما الذي تغير ما بين الشوط الأول والشوط الثاني؟ قرأنا في الشوط الأول عجلة وفي الشوط الثاني هدوء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله. طبعا هذا اللي كان في الشوط الأول، كان في عجلة، كان في ضياع فرص كثير. الشوط الثاني حاولنا نركز، استغلينا هجمتين كانت منها هدفين الحمد لله. أتوقع في هدف ما حسبوه. إجمالا الحمد لله يعني 3 نقاط تأهلنا المركز الأول، تجعلنا في المركز الأول نلعب على أرضنا دور 16. الفرص السهلة سبب ضياعها الضغط على اللاعبين، سواء من الكوري، من نواف، من أحمد، من جميع اللاعبين يواجهون المرمى فرص سهلة. وبكل بساطة عدم توفيق. الآن النظرة إلى دور 16 مباراة تكسبون أن تلعبوا على أرضكم بين جمهور. طبعا شيء أكيد، يعني احنا أتوقع أن خسرنا أشياء كثيرة الدوري هذا، لكن طبيعي انك دوري، يعني طبيعي السنه انه يكون عندك رتمك شويه نازل. احنا طبعا يعني ما زلنا في حالتنا السيئه، لابد ان نحسن صورتنا دور ال 16. على المستوى الشخصي احمد، هل انت مطالب باللعب مع زملائك في حال انقطاع الكره للخصم؟ طبعا مو كثير، يعني رجوعي مو كثير، لكن المدرب يعني يحاول انه يخليني متقدم اكثر من انه الدفاع. يعطيك العافيه. شكرا.